السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في قناتي فضاء أم ليلى. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. وصفتي لنهار اليوم هي وصفة حلوة الكروكي، حلوة بنينة ديروها مع قهوة ولا مع لاتاي، تباع تلقوها في الكوشه ولا في المقاهي. بنتها بنينة طرية وبمقادير سهلة. راح نبدا بسم الله وعلى بركة الله. هنا عندنا نصف كاس حليب معاه كاس سكر. راح نذكر كل المقادير ومن بعد نقول لكم طريقه التحضير. هنا عندنا نص كاس حليب، كاس سكر، ملعقه كبيره من الزبده، قشور البرتقال باش تعطينا نكهه في نفس الوقت راح تعطينا لون اصفر. عندنا نسحقوا سكر بفانيليا وكيس ونصف من الخميره الكيميائيه. بلا ما ننسوا قرص ملح، الفرينه والفلون. الفلون عندكم الاختيار، انا راح نستعمل فلون فاني، اللون تاعه راح يجيني بلون كاسي. فوالا. بالنسبه للطريقه نتاعي، انا رايحه ندير كاس حليب عادي معاه تقريبا كاس سكر اقل اصبع. نجموا ديروا كاس حليب ساخن ومعاه كاس سكر ومعاه الزبده تكون طريه، تخلطوهم حتى يذوب السكر والزبده. انا مراش عندي ساخن والزبده كانت في الفريجيدير، دونك رايحه ندير الحليب في كاسرونه، رايحه نوضع معاه السكر، نخلطو مليح فوق النار على نار هادئه حتى حبيبات السكر كلهم يذوبوا. لما يذوبوا رايحين نضيفوا معاهم الزبده. هنا بعد ما ذابوا هذوك الحبيبات رايحه نضيف ملعقه كبيره من الزبده ونستمروا في الخلط والنار تكون هادئه. هنا بعد ما ذابت الزبده رايحه نضيف عليها نصف كاس زيت. سمحوا لي ما تكرتحش معاكم، هو والبيض. نصف كاس من الزيت نضيفه الى الخليط. فوالا. ورايحه نستعمل 3 معالق كبار من الفلون. الان رايحه ندير حبه بيض، حبه بيضه كامله ومعها بياض البيض. صفار البيض راح ندهن فيه من الفوق. رايحه اولا نبدل الاناء هكا باش البيض ما يطيبش معانا، وفي هاد الكاسونه راهي شويه حاميه. رايحه نديره في اناء اخر. بسم الله. ضفنا قشور البرتقال مع قريصه ملح، نزيدو سكر فانيليا، نخلطو كل المكونات السائله ورايحه نضيف الفرينه. هنا عندي الكاس الاول، رايحه نضيف الكاس الثاني. بلا ما ننسوا خميره الحلوى، انا عندي تقريبا كيس ونصف. هنا في الكاس الاول والثاني تاع الفرينه نديرو غير بالكويت. نضيفو الكاس الثالث. بالنسبه للكاس الرابع رايحه نضيفه ونخلط باليد.
رايحه نضيف الكاس الخامس. كما شفتوا بحبه بيض تما لداخل استعملنا فقط حبه وبيض بيضه من البيض، راح يعطينا كميه ما شاء الله. هنا للامانه راني زدت لها تقريبا ربع كاس من الفرينه باش نجم نسلك يدي ونشكلها بهذه الطريقه. هنا بلا ما تخلوها ترتاح سيو تسووا هذا هكا ديروا حربوش يكون غليظ، ومن بعد باش ما يبقاولناش هنا الاصابع رايحه نديرها بالورق. فوالا فوالا. بالنسبه للبيض رايحه ندهن به، رايحه ندير صفار بيضاء. نتوما اذا كانت عندكم نسكافيه راح يكون افضل بالنسكافيه، ولا عفوا كاكاو نوار المر ثاني راح يكون افضل. انا رايحه ندير بياض بيضاء، عندي نستعمل سكر غلاس هو ثاني يعطينا بنه وفي نفس الوقت يزيد يحمر لنا الكاطو من فوق. راح نستعمل تقريبا هكا ربع معلقه كبيره. وعندي نستعمل قهوه عادي طيبتها في كافيتير، درتها شويه ثقيله رايحه نضيفها للبيض. مبدئيا انا دهنتها كيما هاك، رايحه نديرها طيب في الفرن، كنت شعلتها على 180 درجه، رايحه نديرها من الفوق نخليها طيب على راحتها، ومن بعد كي نشوفها طابت من تحت رايحه نعاود ندهنها المره الثانيه بنفس البيض مع القهوه السائله، ورايحه نعاود نمسح الوجه. هنا بعد ما طابوا نجموا تدهنوهم بالشوكولا تزيين. انا هنا رايحه نقطعه وهو ساخن، رايحه نعاود ندخله في الفرن ونخليه يتحمر. هذه هي النتيجه النهائيه لحلوه الكروكي بزوج حبات بيض. عطاتنا كميه 6 حبات، وهنا عطاتني 7 مربعات او الشكل الدائري. هادو راني رايحه نخليهم يبردوا ومن بعد ندير لهم الشوكولا فقط، التزيين يبقى اختياري. هنا الصغار تشهاوهم وعجبوهم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها وصفه اقتصاديه وتعطيكم كميه مليحه. رايحه نقسم معكم الحبه باش تشوفوا. ما شاء الله، ونفس الوصفه تستعملوها في حلوه الطابع. نتمنى انكم تجربوها ونال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله.